بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة حنجيب في لحظة ما قبل البعثة، نشوف فيها كيف أكمل الله سبحانه وتعالى إعداد النبي من صبر، رحمة، حكمة، وروح تتفكر في ملكوت الله. خلونا نعيش التفاصيل دي لحظة بلحظة ونستمتع بها واحدة والتانية. اتكلمنا في الحلقة السابقة على ابناء النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، وقلنا إنه رزق منها ب6، 5 منهم قبل البعثة وواحد بعد البعثة. ال5 كانوا القاسم، ودي كانت كنية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكنى بأبي القاسم، أبا القاسم، وزينب، رقية، أم كلثوم، وفاطمة. والوحيد اللي بعد البعثة كان عبد الله، وكانوا بيسموه الطيب أو الطاهر، بيلقبوه بالطيب أو الطاهر. ده الوحيد اللي اتولد بعد البعثة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يفقد كل الأبناء الذكور، وسبحان الله دي كانت حكمة ربانية وتربية من الله سبحانه وتعالى، وكأنه بيقول لسيدنا محمد: تحمل يا محمد، اصبر يا محمد. يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أبوه، أمه، جده، أولاده، دي ما حاجة هينة. فالله سبحانه وتعالى بيعيد في النبي كمان. الرأي الراجح في إنه الأولاد الذكور يموتوا عشان ما يورثوهم النبوة. بعد ما فقد أبنائه بيقوا يعيروه ويقولوا له الأبتر، المقطوع، كأنه بيقولوا له إنه أنت مقطوع من شجرة. كيف؟ إنه أنت من ناحية عائلة مقطوع من فوق ومن النص ومن تحت. مقطوع من فوق بإنه أنت ما عندك أبو، فقدت أبوك. مقطوع من النص في إنه أنت ما عندك أخ. مقطوع من تحت إنه أنت بقى ما عندك أولاد، ماتوا. فكان بيقول له المبتور. حتى نزل في القرآن في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكان من الناس اللي بيلمزوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعيروه ويقولوا له يا أبتر، يا مقطوع، كأنه بيقول له مقطوع من شجرة. كان واحد اسمه العاص بن وائل، فنزلت فيه الآية: إن شانئك هو الأبتر، إنه يا محمد اللي بيلمزك واللي بيقول لك كده هو اللي أبتر، ما أنت. الله سبحانه وتعالى أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، رب الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في الكتاب يقول: ما ودعك ربك وما قلى. فكيف يخليك يا محمد؟ فدي ما حصلت نهائي. الموت مصيبة كبيرة جدا جدا، وحاجة فاجعة وما حاجة هينة لبني آدم يتحملها. ما كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتعرض لابتلاءات، يتعرض لامتحانات، يتعرض لمصائب، فقد أقرب الناس له. نحن نتكلم عن أبوه وأمه وجده وأبنائه، يعني ما حاجة هينة. ونحن عايزين حياة من غير مشاكل، من غير متاعب، من غير مصائب، من غير ابتلاءات. ما كانت لسيد الخلق وأحسن الخلق، فكيف تكون لي ولكم؟ مستحيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم عانى وتعب في حياته، فهي ما كانت له، كيف تكون لنا نحن؟ فهنا نحن المفروض نكون صابرين، نتقبل قضاء الله خيره وشره وما نجزع. فسبحان الله نحن بناخد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتسير بنا، عشان ناخدها كمنهج لنسير فيها، وناخدها منهج ونتبع خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جوانب الحياة. نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم قائدا، حاكما، مهاجرا، أبا، معلما، في كل المجالات اللي في الحياة. فسبحان الله، ربنا أرسل رحمة للأرض، فهو رحمة الله للأرض ورحمة الله للعالمين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. حصل سألت نفسك منو اسم الصحابي
اللي ذكر اسمه بشكل صريح في القرآن الكريم؟ والسبب شنو في ذكر اسمه؟ فكروا. طيب نجي نشوف. كان في شخص يسمى حكيم ابن حزام ابن خويلد. الاسم ده ما ذكركم بحاجة؟ قريب من منه؟ أيوة، السيدة خديجة بنت خويلد. ابقى ده حكيم ابن حزام ابن خويلد، فحزام ابن خويلد أخو السيدة خديجة بنت خويلد، معناه ده منه ولد أخو السيدة خديجة، يعني السيدة خديجة بتبقى له عمته. فحكيم بن حزام بن خويلد اشترى عبد وأهداه لسيدة خديجة، وسيدة خديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله أعتقه وتبناه وعاش في بيت السيدة خديجة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منو ده؟ طيب ده كان عبارة عن صبي طلع مع أهله ويتسرق منهم وأخذ منهم وباعوه الناس اللي سرقوه ديل كعبد. فلما باعوه كعبد وقع في يد منه؟ وقع في يد حكيم بن حزام اللي هو قلنا أداه لسيدة خديجة، أدته لسيدنا محمد فأعتقوا وتبناه وبقى عايش معاهم. أهله اللي هو أبو الطفل ده ما وقفوا تفتيش ولا تعبوا من التفتيش، فضلوا إنهم يفتشوا. طيب منو الطفل ده؟ الصبي ده زيد بن حارثة، الصحابي زيد بن حارثة. متذكرين ده منه؟ في الحلقة اللي فاتت قلنا إنه يتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. فأبوه يفتش وما يتعب من التفتيش ويعرف إنه زيد موجود في مكة مع شخص يدعى محمد، فيسوق أعمامه وأهله ويمشوا يلاقوا محمد. فلما وصلوا وقعدوا ولاقوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فدايرين يحتقوا ولدهم، دايرين يدفعوا الأموال لسيدنا محمد عشان يحتقوا ولدهم ويرجعوه معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا عندي لكم حل أحسن وأفضل، اللي هو شنو؟ نادوه ونسأله، لو قال داير يقعد معي فما حخليه يمشي معاكم، هو يختارني، ولو قال دايركم أخذوه من غير مال. شوف سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي زيد ويسألوه ويختار إني يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخلي أهله أبوه وأعمامه وقبيلته وعشيرته اللي كان معاهم ويختار إني يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل النبوة الوقت ذاك، ما كان لسه جاته الرسالة، كان محمد الإنسان بالنسبة لزيد بن حارثة، لكن لأنه شاف طباع من النبي صلى الله عليه وسلم ده. سبحان الله لما نجي نربطه بالموقف اللي حصل لزيد لما يتسرق من أهله، زيد بكى جدا جدا وحزن جدا جدا لما سرقوا الناس ديل من أهله، وما كان عارف إنه حيجي يعيش في بيت أشرف خلق الله، أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده القرآن بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كره إنه سرقوه من أهله، لكن الخير وين؟ الخير فيما أراده الله، إنه أنت تجي يا زيد وتعيش في بيت أشرف خلق الله. سبحان الله. فبعد تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة وصلته به بقى اسمه زيد بن محمد. فنزل القرآن بآية ادعوهم لآبائهم، فيسحب منه زيد بن محمد ويرجع زيد بن حارثة. بس كده خلاص القصة انتهت؟ لا، ينزل قرآن وزي ما نحن يا زيد شلنا منك صلتك في اسمك بالنبي صلى الله عليه وسلم، نربط اسمك بالقرآن يتلى إلى يوم القيامة. لما نزلت الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ورد اسم الصحابي زيد. فشوف الله سبحانه وتعالى اسمه العدل، نشيل منك نسبك وانتمائك لمحمد في الاسم ونعوضك، نديك اسم في القرآن ويذكر اسمك في القرآن يتلى إلى يوم القيامة. فسبحان الله سبحان الله. دي كانت قصة زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، سحب منه وعوض إنه اسمه يذكر في القرآن ويتلى إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم
اتزوج وكون بيت ونجحت التجربة. جاهز كده خلاص للرسالة؟ لا، لسه في حاجة بسيطة. وهو عمره 35 سنة يحدث حدث في مكة، يجي مطر وتنهد جدران الكعبة، وبعد ما تنهد جدران الكعبة تجي امرأة ومعاها مباخر وتخط فيها حطب عشان تطيب الكعبة بعد المطر اللي هو رمى الجدران وكده. فسبحان الله تمسك النار في السقف وينهار السقف فتزيد الطين بلة. فيقرروا سادات قريش إنهم يعيدوا ترميم الكعبة، فيجتمعوا كبار قريش، رجال من كبار قريش اجتمعوا ويقرروا إنهم يهدموا الكعبة ويعيدوا بنايتها من جديد. فخافوا من حاجة، خافوا من إنهم لو عملوا الحاجة دي يحصل فيهم زي ما حصل مع أبرهة الحبشي. أبرهة جاء عشان يهد الكعبة، حصل شنو؟ ربنا رسل عليهم طير أبابيل، وهم هنا هيهدوا الكعبة لكن لغرض كويس ما زي أبرهة، لكن هم خافوا ولهم حق. ففي رجل من قريش اسمه الوليد بن المغيرة قال لهم إنه إنتوا نيتكم خير، إنتوا دارين تعملوا حاجة كويسة، فما ظن نعمل لكم حاجة، ربنا عارف بنواياكم. فيشيل الفاس ويضرب حجر واحد ويقول ننتظر لحد الصباح نشوف حيحصل شنو، حتصير نصيحة عذاب، لو ما حصل شيء نواصل في الحاجة اللي نحن اتفقنا عليها. ففعلا يصبحوا الصباح وما في حاجة تحصل، ويعرفوا ويتأكدوا إنهم بيعملوا في حاجة كويسة، ويقرروا إنهم يعيدوا بناء وترميم الكعبة. بس اتفقوا على حاجة، نحن نتكلم عن كفار قريش، اتفقوا على إنه المال اللي حيدخل في إعادة ترميم وبناء الكعبة ما يكون فيه ولا درهم أو دينار حرام من زنا أو من ربا أو من مضاربة أو من غيره نهائي. دين الكفار ما دايرين يدخلوا أي حاجة في بيت الله المقدس ده إنها تكون حرام. تجتمع القبائل ويجوا عشان يعيدوا ترميم الكعبة وبناءها، وكل قبيلة تاخد جزء عشان تعيد ترميم وبناءه. يخلصوا الكلام ده كله من ناحية بناء من ناحية ترميم، ويكون فاضل الحجر الأسود المرحلة الأخيرة. بس يتنازعوا كلهم، كل قبيلة دارت تخط الحجر الأسود هي، للدرجة بتاعة الخلاف وصل مرحلة إنهم دخلوا يدينهم جوا دم تعبيرا عن إنه إحنا مستعدين لحرب، كان حتقوم حرب في الحاجة دي. فكان في رجل كبير قاعد قال لهم إنه أنا عندي رأي تقبلوا به؟ قال له أيوة نقبل برأيك. فقام قال لهم حكموا من يدخل عليكم من هذا الباب، وده باب السلام حاليا. فقال لهم اللي حيدخل عليكم من الباب ده حكموه، شوفوا رأيه. قال احنا راضين واقتنعنا بكلامك. يدخل منو من الباب؟ يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. أول مما شافوه داخل كلهم بقوا برددوا الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه. هو ما عارف هم بيقولوا في شنو، دارين شنو، ليه بيقولوا كده. فده شوف أخلاق النبي واصل الناس ديل، بالرغم من إنه ما منخرط في مجتمعاتهم، ما منخرط في شرب الخمر، ما منخرط في عبادة الأصنام، ما منخرط في عمايل الربا بتاعتهم، بعيد من الحاجات دي، لكن منخرط في المجتمع، فعارفينه كلهم بكل التفاصيل دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم جيبوا ثوب ويفرشوا على الأرض. فجابوا ثوب خدتوه على الأرض، وشال الحجر الأسود وخدته على الأرض، وقال لي كل قبيلة تمسك طرف من أطراف الثوب، وزحاهم بعيد شوي من الكعبة عشان يبذلوا مجهود كمان ويجوا، يعني احنا عملنا حاجة، زحاهم بعيد من الكعبة. فكل قبيلة شايلة طرف من الثوب، والحجر الأسود مخطوط وين؟ فوق الثوب. فكلهم يمشوا يشيلوه لحد ما يصلوا جنب الكعبة ويستأذنوا. خلاص كده؟ أيوة ممكن. طيب أنا أستأذنكم أشيله أخذته في مكانه؟ أيوة. فشوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إنه يختار حاجة يمتص بها غضب الناس دي كلها، ويكون فيها عدل لهم كلهم، وكلهم يشاركوا في الحاجة دي. تصرف تاني ما في وعي، ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار القبيلة الأكثر عدد، القبيلة الأعظم مكانة ونسب وحسب وشرف، القبيلة اللي عندها أموال أكثر، لكن حكمة النبي كانت عظيمة جدا جدا في الموقف ده، فيختار الحاجة دي
عشان إنه تشارك كل القبائل إنها تخط الحجر الأسود جنب الكعبة. الآن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 37 سنة، 3 سنوات قبل الرسالة. عارفين إنه النبي صلى الله عليه وسلم بتجيه رسالة في عمر 40، 37 سنة 3 سنوات قبل الرسالة. دي المرحلة اللي بعد ده لروحه ولقلبه وإعداد الله سبحانه وتعالى للحاجة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي الخلاء، ومش قصده المكان الفاضي كخلاء، لا، قصده الخلوة، يخلو بربه بنفسه، يتفكر ويتأمل. وين؟ في جبل يسمى جبل النور. مكان في الجبل ده اللي هو كان غار اسمه غار حراء. الجبل بيبعد حوالي 5 كيلومتر عن الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي هناك عشان يتفكر ويتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. فهنا ليه استمرت 3 سنوات؟ وليه أخذت الفترة الطويلة دي كلها؟ لأنه دي رسالة آخر المرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، والرسالة حتكون تقيلة، القرآن حيكون تقيل. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تقيل يا محمد. الله سبحانه وتعالى برضو قال في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل لو نزل عليه القرآن ده حتشوفه خاشع متصدع، يهتز الجبل، يتصدع الجبل من خشية الله. فالقرآن ما كانت حاجة هنا، نحن بنعندك يا محمد عشان قلبك يتحمل ويكون أقوى وأثبت من الجبل. وبكده يكون وصل الرسول صلى الله عليه وسلم لآخر مراحل الإعداد الرباني، ووصلنا نحن لنهاية حلقتنا. سنين طويلة من الصبر والابتلاءات والامتحانات، والآن قلب النبي وروحه جاهزين لاستقبال أعظم رسالة في الأرض. في الحلقة الجاية حنعيش لحظة عظيمة جدا جدا، لحظة نزول الوحي والبشارة بفجر النبوة ورحمة الله للعالمين. في الختام، إن كنت أحسنت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.